السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله على اصحاب برج القوس بالسعادة والفرح والهنا بامر الله تعالى. اصحاب برج القوس في كل العالم كله، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله، وسنة جديدة تكون داخلة عليكم بالخير والسعادة وتحقيق كل احلامكم وامانيكم بامر الله. النهاردة ان شاء الله حبايبي هنشوف بعض التوقعات، وفي كمان هنقول مين يا ترى هيكون اغنى برج او اغنى الابراج، او مين هم، او عددهم كام، او اكتر من برج، يا ترى مين. بشوقكم علشان تبقوا معانا. قبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بفكركم باللايك يا حبايب قلبي، اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يبتدي ان هو يشترك فيها ويحط اللايك، في ناس كتير بتنساه. وهنشوف كده مع بعض مين يا ربي الأبراج اللي هتبقى غنية ومشهورة. هل برج واحد؟ هل أكتر من برج؟ هنشوف كده مع بعض. البرج اللي هو هيكون من ضمن الأبراج اللي هي هتبقى إن شاء الله غنية بالمال و يعني الشهرة وتعويض من عند ربنا. أول برج يكون معانا هو برج الأسد. يا برج الأسد، أنت عندك شهرة وسفر للخارج، وعندك كمان يعني هتكون حديث المدينة زي ما بيقولوا كده، حديث المدينة. في مشكلة كان طال انتظارها ان هي تتحل من سنين طويلة، لا خلاص هي هتتحل عندك يا برج الأسد. وكمان عندك هيبقى في تأمل للحياة، تأمل في الحياة اللي مضت خلاص، بوحشها بحلوها بكله خلاص. وعندك شكر لربنا كبير جدا جدا يا برج الأسد. عندك كمان سفر للخارج. عندك كمان هيبقى في زي مشروع كبير جدا جدا هيخدم ناس كتير. وده كان معانا برج الأسد. نيجي بقى للبرج السعيد، البرج اللي إن شاء الله ربنا هيكرمه السنة دي بأمر الله، وهو برج العزيز، برج القوس. القوس عندك انتصارات، عندك أكتر من عقار إن شاء الله هيكون ملكك وبين إيديك. هتكون عندك نصرة كبيرة إن شاء الله في محكمة، في شيء مهم يعني، هتبلغ القمة يا برج القوس. عندك مصالحة مع شخصية مهمة جدا، هتكون كانت في حياتك واختفت وبعدين هتظهر لك تاني، هيكون عندك مصالحة مع الشخصية المهمة دي. فلوسك ومالك خلي بالك منهم جدا جدا، لان هتبقى اكتر من حد حاطط عينه على كل حاجة. لازم تسمي كده، ولازم تحصن نفسك، ولازم ان انت يبقى بيتك متحصن، لان اول شيء هيتبص فيه هو العتبة بتاعتك، لان هيبقى فيها تغيير وتجديد، وكل حاجة حلوة هتبقى عندك يا برج القوس ان شاء الله. تعويض ربنا كبير جدا، بس انت قول يا رب واستعد ان شاء الله. استعد جدا، استعد بمعنوياتك ونفسيتك وطاقتك الإيجابية. خلاص تبعد بقى الطاقة السلبية، تحاول ان انت تبعد الطاقة السلبية، او اكتر من طاقة سلبية محاطة بك، ان انت تخرج من كل الكلام ده. وانا قلت قبل كده تعملوا ايه للطاقات السلبية. فطبعا مش هينفع اتكلم دلوقتي، بس انا بقولك لازم تتحصنوا كويس جدا جدا يا اصحاب برج القوس. طيب نشوف كمان معانا برج كمان، هما 3 ابراج النهارده انا هقول عليهم. آه البرج الثالث وهو برج الحمل، عندك حظوظ كتير جدا جدا، الناس كلها هتتأمل كده ازاي وصل لكده، وازاي بقى هو في الحصانة ديت وعنده الشيء دوت. برج الحمل انا بهنيك، برج الحمل هيكون عندك اكتر من مناسبة سعيدة. هيبقى عندك برضو سفر، بس مش للخارج، يعني سفر من بلد قريبة منك، هتعمل فيها مشروع كبير، هتعمل فيها مشروع كبير، ويمكن اكتر كمان من مشروع. هتصالح حد كبير في السن كان زعلان منك.
هتبتدي ان انت تشوف يعني اكتر من قطعة ارض لمشروعات كتيرة بقى. هتبتدي ان انت ايه يعني. بس برج الحمل انا بقول لك خلي بالك من الشركاء الجدد، يعني خلي بالك من الشركاء لانهم شركاء تقال يعني. يعني عندهم مال من سنين، انت لسه هيبقى عندك المال جديد. فانا بقول لك خلي بالك من الناس اللي هي القديمة ديت، خلي بالكم منها لانهم طبعا شاطرين وطبعا في المجال من سنين طويلة. وانا بقول لبرج الحمل الف مبروك. وكمان حبايب قلبي ندخل بقى على توقعات برج القوس. توقعات برج القوس حبايب قلبي بقول لكم ان شاء الله يوم الجمعة هيكون يوم جميل، يوم هادي، يوم هتبقى فيه انت مش في بيتك، انت هتخرج اكتر الناس هتخرج رايحين يعني مناسبات، رايحين مثلا معزومين في عند حد يعني او كده. يعني هتلاقيه يوم حلو كده من اول اليوم ان شاء الله. بس في مكالمة يمكن هي هتزعجك شوية من حد كده انت ما انتش كل ما تيجي سيرة الحد ده انت بتتضايق بتتنرفز. بس ايه، انا عايزة ان اعصابكم تبقى يعني مسيطرين انتوا على اعصابكم شوية علشان تعرفوا تاخدوا حقكم، تعرفوا تمارسوا حياتكم كويس جدا. فحتى لو جالك التليفون دوت ما تتعصبش. اهم حاجة يا برج القوس ما فيش حد يتعصب يا جماعة، ما فيش لازم تاخد كل الامور بتأني، لان التعصب مش هتاخد من وراه حاجة غير تعبك انت بس. في شيء معين كده في جوه نفسك تعبك، عامل لك ارهاق، عامل لك سهر، عامل لك تفكير جامد. انا بقول لك لازم تشوف حد تحكي معاه، يعني لازم تشوف حد تحكي معاه ممكن يرشدك للصح. بس مش اي حد طبعا هتتكلم معاه. عايزين تشتروا حاجة معينة لحد بيحبكم يعني، حد مهم في حياتكم، عايزين تشتروا له شيء معين كده تفرحوا، او انتم نادرين حاجة عايزين تجيبوها، بس عايزين تجيبوها خلاص يعني انتوا خلاص هتجيبوها. في كمان بالنسبة للحمل، هو في شوية لخبطة في الهرمونات، في شوية لخبطة في الهرمونات لبعض أصحاب برج القوس. فياريت إن أنت يعني إيه، قبل ما تقعد بقى تقول ده أنا بقالي ده أنا بقالي فترة، ده أنا مش عارفة إيه. لأ، إحنا لازم نشوف دكتور كويس عشان نظبط الهرمونات ديت. هي اللي ملخبطة الدنيا عندك، وهي اللي مخلية يعني الدنيا مش مظبوطة، وفي حاجات يعني لازم تتظبط الأول. في خطوبة هي على أبواب، خلاص في ميعاد لتحديد خطوبة. وكمان في زفاف برضو لحد بقى، حد قريب منك. المهم ان في حاجة كويسة يعني كمان، يعني في نقدر نقول مناسبتين على الأبواب خلاص، يعني على الأبواب يعني ايه، نقدر نقول مبروك. بالنسبة للصحة أنا عايزاكم تهتموا خالص بصحتكم، وترجعوا تمارسوا الرياضة. انتوا كنتم بتلعبوا رياضة بس أهملتوها، ركنتوها خالص على جنب كده. عايزاكم تتبعوا تاني الرياضة ونظام غذائي معين، ما تلخبطوش يعني في الأكل. وعندك انت بتحب زي الأملاح أو ما يعني ايه الاملاح ديت، لا ابعد عنها شوية علشان جسمك ما يعبيش مية، وتبتدي ان انت تقول ده انت بتاكل وانت اصلا مش بتاكل يعني بشراسة او بكده. هو جسمك اكتره مية، جسمكم اكتره مية يا جماعة، معبي مية. فانتم بقى ايه، تبعدوا عن الحوادق ديت والملح والكلام من ده، وتدوا نفسكم هدنة كده استرخاء، يعني تبعدوا عن اي حاجة معصباكم، لان برضو العصبية بتزود في الجسم يعني. اتمنى لكم كل الخير وكل السعادة، بحبكم جدا جدا. سوشيال لايك حبايب قلبي، الاشتراك في القناة.